الليله حتحدى الطوفان بسلاح الشوت جن صغير. من بعد ما تحدد الطوفان بسلاح الاس كيس، وطبعا النتيجه كانت لصالحي انا، اغلب الناس طلبت مني انها اتحدى الطوفان بسلاح الشوت جن الصغير، وانا قبلت التحدي. دخلت على قائمه الاوائل بالاسلحه واخترت سلاح الشوت جن، وطلع معي اللاعب ده اسمه هو ليه كاتب كده اصلا؟ المهم نقرا شعار الكلان اسمه يو ام بي. كفايه جدا. الاسم الثاني ده عامله فيها ما شايفينه. اللاعب ده ظاهر لاعب طبيعي جدا جدا. من لبسته اللاعب بتعرفوا انه شنو يعني، ما لاعب نص نص كده يعني. المهم تعالوا نفحصه من جوا ونشوف اللاعب ده هل قاعد يلعب كتير ولا قاعد يلعب نظام وشنو. لو ما قاعد يلعب باتل رويال مصنف او كلاسيكوات معناها قاعد يلعب رومات كتيره. معناها اللاعب بتاع الرومات ده لو انت تنزل ضد روم وهنا فحصنا اللاعب واللعيبه اللي بيلعبوا رومات كثيره. انتوا عارفين انا عرفتوا كيف؟ عانوا معدل طلق الراس عنده 43، يعني النص الا يعني حاجه بسيطه ويصل نص. يا سلام، ده معناه في الرومات حيكون خطر. واللاعب عشان تعرفوه محترف في الرومات جدا جدا جدا. عانوا المستوى بتاعه 44، مستوى بسيط جدا، لكن المستوى ده صدقني بيكون مستوى بتاع الرومات. صدقني المستوى ده بيكون بس طالع بس رومات، بس بيكون لاعب بتاع الرومات. لايكاته كم؟ 1026 دقيقة. نديه لايك، نبقي له اللايك رقم 27027. كده خدتنا له لايك. عليك الله رجع له اللايك بتاعي. رجع له اللايك بتاعي. وأي زول ما خدت اعمل له لايك. وهنا انا رسلت له طلب صداقه ومستنيه يقبل طلب الصداقه ونلعب الروم. وما تنسوا تقترحوا لي انه منو اللي حيفوز في الروم ده، انا ولا اللاعب اللي اسمه مشوا الاسم يو ام بي.